تاريخيا ومعبرا عن نبض الشعب المصري في دعم مصر في محفل عالمي تشهده مصر لأول مرة بعد ثورتين. مصر اليوم تمر بحدث ينظر إليها العالم بإعجاب وتقدير. الشعب المصري هو بطل المشهد اليوم. الشعب المصري كعادته يتصدر المشهد. الشعب المصري النهارده يعرب عن ترحيبه وتقديره وامتنانه لكل وفود العالم التي وصلت وما زالت تتوالى على أرض مصر سواء في القاهرة أو شرم الشيخ من أجل دعم اقتصاد مصر. هكذا كان العنوان وهكذا كانت بداية انتعاش الاقتصاد المصري، وهكذا أراد رئيس مصر الذي اختاره المصريون باقتدار وبشجاعة وبأغلبية ساحقة جعلت العالم يشارك اليوم، جعلت العالم يثق في أن مصر بها ديمقراطية وأن مصر بها رئيسا اختاره جموع المصريين. تحية للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف الكريم. هذا اليوم الذي نهض فيه تيار الاستقلال وجاء ليعلن للعالم عن ترحيب كل المصريين بضيوف مصر وعن رغبة شعب مصر في رعاية استثمارات العالم هنا في هذه الأرض الطيبة المستقرة. في هذا اليوم بنعلن للعالم أن مصر آمنة سالمة مستقرة، أن هذا الوطن هو خير أوطان العالم، وأنه يستوعب الجميع بلا استثناء، وأن هذا الوطن هو أفضل أرض خصبة للاستثمار في كل ربوع العالم. النهارده ونحن نتتبع ضيوف مصر من كل مكان، وفي هذه اللحظات التي نحدثكم فيها ما زالت هناك دول تنضم جديدا إلى المؤتمر الاقتصادي العالمي، ولذلك نحن نعلن عن ثقتنا الكاملة في أن مصر ستشهد نهضة اقتصادية كبيرة وطفرة اقتصادية في مجال الاستثمارات سوف ينعم بها شعب مصر. أيها الإخوة والأخوات، نحن نرحب اليوم برجال مخلصين هم قمة الأداء الاقتصادي والاستثماري في مصر، هم نموذج أيضا لما يجب أن يكون عليه رجالات الاقتصاد والاستثمار المصري الذين يثق العالم في مقدراتهم وفي تقييمهم وفي دعمهم للاستثمارات العالمية. يأتي في هذا اللقاء الذي يقوده رئيس مجلس أمناء تيار الاستقلال الأستاذ الدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة السابق، ثم أستاذنا أستاذ الاقتصاد والاستثمار في مصر معالي الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، أيضا الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ثم الدكتور حمدي برغوث خبير النقل الدولي وأستاذ الاقتصاد في مصر، ثم الأستاذ جمال القليوبي أستاذ دكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية، ثم الدكتور كمال سليمان عضو مجلس الشورى الأسبق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. أنا خايف أنسى حد.